السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم غنوجد معكم سلو او السفوف كما كتشاهدوا، اللي هو جا ساهل معيلك وجديه في نهار واحد، غير حمري في الفران وغادي نطحنوه بطريقة سهلة. بالنسبة للمقادير ندوزو المقادير. هنايا خديت انايا 3 كيلو ديال اللوز اللي مسحته وحمرته في الفران. هنا خديت 2 كيلو ديال الججلان اللي غسلته تنقيته عاد غسلته ودرته في الفران تتحمر. هنا خديت رابعه ديال النافع، سخنت المقله وحطيته فيها وخليته شويه باش ملي كنطحنو كيجيني ساهل. هنا عندي 2 كيلو ديال الدقيق اللي محمرين ونص، 2 كيلو ونص. نبداو على بركه الله. خديت الدقيق اللي هو محمر. بالنسبه للتحمار راه كتجيبوه من الفران ديال الزنقه اللي كيكون ساهل. الا بغيتو توجدوه في الدار راه حتى هو مزيان، ولكن هو غيشد لكم الوقت شويه. كنغربلو هذاك الدقيق باش نحيدو منه دوك الكويرات اللي كيكونوا فيه. من بعد غادي ندوزو للطحين. هنا كناخذ المولينيكس ديال 1 2 3 اللي غنطحن فيه. بالنسبه للطحين كنديروه يا اما كنطحلوه مزيان يا اما كنخليوه بين وبين. انا كناخذ مره كنطحنها مزيان حتى كتولي حتى كتخرج الزيت ديالها، مره كنخليه شويه مهرمش فيه الطحين. وبالنسبه للججلان حتى هو كذلك، كان مره كنطحن مزيان مره كنطحن طحنه مطحونه مزيان طحنه خفيفه. هنا خليت واحد زلافه عامره ديال الججلان اللي غنضيفها على الخليط اللي مطحون في الاخير باش كتعطيني ديك التقرميشه ديال الججلان. كنبقاو مستمرين حتى كنطحنوا الكميه كامله. ملي كنكملوا غادي ندوز النافع طحنته في المولينيكس ديال التوابل وغربلته تقريبا عطاني شي 4 المعالق اولا 5 المعالق. غربلته حتى هويا. هاد سلو راه نفس المقادير تقريبا اللي فايت ليا درتو معاكم. بالنسبه هاد السفوف كاين اللي كيدخل الكاوكاو، كاين اللي كيدخل اضافات الكركاع اولا هكا إلان، فهادوك كيبقاو اختياريين. انا كنفضل غير اللوز والجلجلان اللي كيبقاو مده طويله. بالنسبه للكركاع يمكن ليه كيغمال في سلو الا بقى مده طويله. هنايا المسكه الحره دقيتها مع شويه ديال السكر سنيده وغربلتها، وشويه ديال الكوزه حكيته تقريبا نص ديالها حكيتها وغربلتها، وشويه الملح. درت 3 ديال المعالق ديال القرفه. هنا التصوير راه مشى ليا 3 المعالق ديال القرفه غربلتهم حتى هما. وبالنسبه للسكر درت كيلو الا ربع تقريبا، لاننا غنزيد فيه العسل. كيلو الا ربع غربلته لان تكون فيه حتى هو الكويرات وكنحكوهم باش ما كيبقاوش لينا مكورين هكا. بالنسبه للحلاوه كتبقى كل واحد على حسب واش كيبغي الحلاوه ولا لا. غنخلطوا كل شيء حتى كينسجم كاع المكونات اللي عندنا، ما كيبقاوش دوك الكويرات كاينين حتى هما. كنحاولوا نفرتوهم، كنخدموا بيدينا مزيان باش كيساعدونا. بالنسبه انا حيدت هاد المعلقه وغادي نخدم بيدي حتى كتولي كل شيء مقاد، كاع المكونات نساجموا. بالنسبه لهاد باش غادي نخلطهم اولا باش غادي نجمعهم بالزيت البلديه والزبده كما لاحظتوا راه درتها كتذوب حتى ولات نوازيط. حيدت من هذاك الماء ولا داك البل اللي كيكون فيها. هنا راه زدت واحد ديك الزلافه ديال الججلان اللي كتنقصت. هاد الزبده خليتها حتى تبخر ليها البن ديالها والماء. عاد غادي ندير الزيت البلديه ودرت هنايا تقريبا واحد نص كيلو ديال العسل الحر. بالنسبه لهاد القوام ديال الخليط راه كيبقى عينكم ميزانكم، نتوما كتشوفوا كيفاش القوام ديالو، واش بغيتوه يكون ناشف اولا كتبغيوه يبقى ميدم شويه. هذيك الساعه كتوقفوا في الاضافات ديال هاد باش كتجمع هاد سلو. هنايا كنعركو بيديا مزيان حتى كينسجم. ضروري ما ندخلو يدينا لان شويه فيه الخدمه. كنعركوه وكنخدموه مزيان بيدينا باش كينسجم كلشي. بالنسبه للزيت البلديه ما تخافوش منها، راه كتجي زوينه في هاد سلو. غير هو خصها تكون هي حره وتكون اللي هي مضمونه، ما تكونش مزوره اولا تكون فيها شي ريحه اللي هي مجهده. غير تكون مطحونه على يديكم اولا عارفين انها مزيانه، فهي كتجي زوينه في هاد السفوف. هنا راه عركته مزيان
كيف ما تلاحظوا. شوف القوام ديالو كي جا. غادي ندوز باش نقدمو في واحد القصعه، وغادي نزينو باللوز اللي هو مقلي. هاد سلو جا ما نعاودش لكم بالمذاق اللي فيه واللذه بالمكونات اللي فيه، جا رائع. الا عجبكم الفيديو ما تنسونيش من لايك وبشي كومونتير باش تشجعوني. واش مبروكه ورمضان كريم، الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه وباش ما تمنيتو. والى فيديو قادم ان شاء الله.